السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل حاجات حلوه. طبخه بشويه رز بشعريه بشويه بتنجان مخلل على قدنا. اللوبيا انا سلقاها كويس قوي، غسلتها كويس، وطبعا نقيتها الاول، وبعد كده اديتها سلقه حلوه قوي اهي قدامكم اهي. انا بحب اللوبيا بالذات تبقى مستويه قوي ما شاء الله اهيت. هحضر لها بصلايه صغيره اهي، بصوا فيها معلقه ليا. انا هطبخ النهارده بالليا، تمام، وحاطه فيها شويه زيت. الليا دي اللي هي بتاعه الخرفان او الدهن بتاع العجول. انا بجمعه مع بعض بتاع الذبيحه وبسيحه على نار هاديه، واطلع منه ما شاء الله علبه السمنه كده واطبخ فيها. والله افيد حاجه ممكن تتوقعيها تطبخي بيها، تمام. حضرت اهو الشعريه. انا حطيت حته ليا برضو، وحطيت شويه زيت، وحطيت الشعريه. هقلب لحد ما تحمر خالص، وهغسل الكيلو الرز واحطه عليه واسقيه. ادي الرز بتاعنا بسيط وسهل وجميل جدا. البتنجان انا مجهزاه، انا بحب اقطعه كده نصين زي ما انتم شايفين وغسلينه. هحطه لسه الزيت، هسيبه شويه لحد ما الزيت يتقدح. انا مجهزاه زي ما انتم شايفين، وبقطع الفلفل كده اهو من تحت. هنحمر البتنجان مع بعض تحمير عادي خالص في شويه زيت، ونيجي مع بعض نعمل له الدقه ونخليه، تمام. ادي البصله بتاعه اللوبيا انا محضره لها الصلصه. انا بديها زي تصفيره بسيطه، وبعد كده هحط لها فصين توم، وهنزل عليها بكيس الصلصه اللي انا مطلعاه من الديب فريزر عندي بيفك. واول ما تبدا تفك وتدي غلوه بنزل عليها باللوبيا. انا مش عايزه اطول عليكم، انا عايزه اعمل حاجه بسيطه نتعلمها نعملها في بيتنا وتبقى على قد ايدينا بالتكلفه. ومش هعمل بشوربه ولا بفراخ ولا بلحمه ولا باي حاجه. انا هعمل شويه لوبيا وشويه رز بشعريه وشويه بتنجان بمرق الدجاج على قدنا، تمام. ما هي مش عشان الدنيا غاليه مش هناكل، لا هناكل بس من غير لحوم، وربنا يا رب يرحمنا باللي احنا فيه. مع بعض اول ما تتحمر هنزل بيها بالصلصه اهي. بصوا اللي هي حلوه ازاي، والله يا جماعه طلعت افيد من السمنه البلدي والسمنه اللي احنا بنشتريها المدهرجه دي اهي. مع بعض كده هنقلب حاجه حاجه. انا موطيه على النار عشان انا بحب اعمل كل حاجه في وقت واحد. احمر. انا نزلت البتنجان اهو، انا بحضر البتنجان نصين زي ما قلت لكم. هعلي شويه. اول ما الشعريه تتحمر تحمير اللي انا حباه هنزل عليها بالرز مغسول، وهزود عليها الميه بزياده عن عقلتين زي ما اتفقنا اهو، تمام كده. ونسيبها اول ما تتشرب. انا طبعا بحط الملح، ما بحطش حاجه بالرز والشعريه، ملح، ممكن احط مكعب ماجي عليها، وبعد كده اوطي اول ما تتشرب، تمام. ادي البصله. اهم حاجه في البصل بتاع الطبيخ يا حبايبي ان انتوا تقطعوه صغير قوي قوي عشان ما يبانش ويبقى شكله حلو زي ما انتم شايفين كده. عايزين تعملوها بالكبه مفيش مشكله، بس انا بصراحه انا بحب البصله اقطعها بالسكينه بس على صغير. نجهز الحاجه ونحطها ونشوف الدنيا هتمشي ازاي معانا. بس يا حبايبي ما شاء الله انا خلصت الرز اهو. ادي مكعب الماجي انا بشوحه اهو دلوقتي قدامكم. بصوا ما شاء الله لمعته حلوه ازاي، جميل. بصوا اللي هي حلوه قوي.
هقلبه ماشي. هسقيه معاكم زي ما اتفقنا اهو. انا بحب الرز يتشوح كويس لحد ما ميته كلها تنشف اهو. نزلت بالملح ونزلت بالميه وبمكعب الماجي اكني بالظبط حطاله شوربه اهو. شوف الطعم كده مظبوط قوي. شويه ميه صغيرين زي ما اتفقنا مع بعض، زي عقلتين تمام اهو. هسيبه يتشرب وهغطي عليه. نيجي للوبيا اهي. حطيت الصلصه بوطي عليها. بصوا البصلايه باينه حلوه ازاي، صغننه الصغيره بتبقى حلوه وشكلها حلو في الطبيخ. اول ما تبدا يفك الصلصه عندي وتبدا تدي غلوه هحط على طول اللوبيا، لاني انا اصلا مسبكاها وحطاها في الديب فريزر، وهنزل معاها بمكعبين ماجي هديها غلوه كويس قوي بالصلصه، وبعد كده هزودها ميه واسيبها تستوي غلوتين وهطفي، واحط لها شويه ملح شويه فلفل شويه كمون شويه كزبره، مش هحط غير كده. بصوا يا حبايبي انا خلاص قليت البتنجان اهو طلعته، وادي الفلفل بتاعه وادي الدقه ماشي. اتفقنا ان احنا غسلنا البتنجان كويس قوي وقطعته نصين وحمرته هو والفلفل. الدقه بتاعته انا ببقى عاملاها، ده الفلفل الاحمر انا ببقى فرماه بحطه في الفريزر بملح يفضل من السنه للسنه. حطيت كزبره فلفل كمون حاجه بسيطه خالص للملح، وحطيت ليمونتين تمام. هقلب. انا مش حاطه خل، انا حاطه ليمونتين بس كبار ماشي. الملح ما بكترهوش عشان الناس مريضه الضغط ما تبقاش فيها مشكله وهي بتاكل المخلل تمام. انا خلاص اهو. الكزبره حلوه قوي قوي للمخلل على فكره، والكمون اساس طبعا المخلل، وشويه فلفل بسيط كده والليمون. انا بخلله كده تمام، مش بكتر بس بوزع عليه يشرب كله، واحطه مترصص كده برضو. طول ما انت مقلله الحط بتاعه هتاكليه وهتاكلي الاول دقته، بيبقى ما شاء الله حلو جدا. احلى طبق بتنجان هتاكليه بشويه فلفل كده مقليين. ما تحطيش خل، الليمون كفيل ان هو يخلي لك طعمه حلو. ادي طبق البتنجان اتعمل سهل جميل، يا رب يعجبكم. مش عندكم الدقه الحمراء دي ممكن تجيبوا الفلفل الاخضر فصين توم. انا حاطه التوم عندي برضو في الفريزر فبجيب منه زي نص معلقه بسيطه كده وبحط عليه تمام. يعني ده كان فلفل والتوم معاه. انتوا مش عندكم الدقه دي خلاص هجيب قرنين فلفل وهجيب كام فص توم بالكبه بتاعه الخلاط اضربهم كويس قوي بالتوابل بشويه الليمون، وهيبقى عندي صوص دقه حلو قوي تمام. الباقي انا هحطه على الفلفل. نروح بقى نشوف اللوبيا ونشوف الرز بتاعنا ونشوف اكلتنا البسيطه الرخيصه اللي على قدنا، مع ان مبقاش في حاجه رخيصه دلوقتي. بصوا يا حبايبي ما شاء الله انا خلصت اهو. ده الرز بسم الله ما شاء الله اهو قدامكم. بصوا مفلفل ازاي اهو. لو في اي حاجه قولوا لي عليها اهي. بصوا الرزايه اهي جميله ما شاء الله مفلفله، وطيت عليه وتشرب اهو. الرز اللي انا اعرفه ان هو مفلفل اللي هو يبقى كده اهو ما شاء الله عليه.
الف هنا على اللي ياكل والف هنا على اللي يتعلم وينفذ. ادي الرز اهو ما شاء الله. انا هطفي عليه خلاص اهي، وهغطي. نروح للوبيا. بص يا حبايبي، المعلقه اللي اعلق بيها اقلب بيها الرز، ما اقلبش بيها اللوبيا، وخصوصا ان دي طبيخ وده رز، ولما تيجي تغرفي الحاجه هتحمض منك بعد كده لما تسيبيها. تمام. عودي نفسك كده اني مش معلقه واحده اقلب بيها كله، لا. انا خلاص اللوبيا اهي ما شاء الله قدامكم. بصوا اللوبيا هي اللي باينه، البصل مش باين لاني انا مقطعاه. بصوا اهي، هي كده استوت خلاص. شفت الحدق بتاعها طلع كويس، زودت لها شويه كزبره بس من بعد ما اجي تاني. تمام كده خلاص. انا هطفي عليها. يبقى انا كده طفيت على اللوبيا، طفيت على الرز، وخلصت البتنجان مخلل. نحط بقى ونشوف اخر حاجه في تعبنا في مطبخنا كان ايه. حبايبي خلصنا اكلنا، حطيناه اهو. طبق البتنجان المخلل ما شاء الله حلو قوي قوي، الصلصه بتاعته ودمعته حلوه قوي. ادي اللوبيا قدامكم، البصله مش باينه خالص خالص. بصوا ما شاء الله عليها حلوه قوي. انا مش بعمل صلصتها ولا تقيله ولا متسبكه ولا غامقه، انا بحبها مظبوطه عشان ما توجعش المعده، لاني اصلا اللوبيا حاميه فبتوجع المعده. بصوا ما شاء الله اهي. ايه رايكم؟ الرز بتاعنا اهو. بصوا الرز، بصوا الرزايه مفلفله ازاي. ايه رايكم؟ بصوا بسم الله ما شاء الله. يا رب يكون كان سهل وخفيف وبسيط عليكم واستفدتوا، وفعلا بتستفادوا مني. على قدنا، اي حاجة هنعملها في الايام اللي جاية هتبقى على قدنا، بسيطة وسهلة وخفيفة ورخيصة واقل التكلفة. مش هنضيع نفسنا ومش هنتعب نفسنا. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، ويرزقنا ويسترها معانا يا رب. واشوف وشكم بخير، وما تنسوش تدعوا لي دعوة من قلبكم وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.